عارف يوم وفاتك ايه اللي هيحصل؟ تعال اقول. اهلك واصحابك هيبقوا تحت تأثير الصدمة، هيصوتوا وهيعيطوا وهيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد كده هيدوروا على حد يغسلك، وبعد كده هيطلعوا تسريح الدفن، وكل الناس بقى هتكتب على الفيسبوك: توفى إلى رحمة الله تعالى فلان الفلاني، والدفن بعد صلاة الظهر مثلا في الجامع الفلاني. وبعد كده كله هينهار ويقعدوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا خرابي ده ايه ده، فلان مات، ده كلام من ده. وتليفونك هيقعد يرن قول 48 ساعة مثلا. وبعد كده هيطلعوا بيك على المدافن يفتحوها، وبعد كده هيقلعوا الجزم وينزلوا يوصلوك وتنزل قبرك. الشيخ بقى يطلع يقول دعوتين ويقول عبرتين وخلاص على كده، وهيقفلوا عليك ويروحوا. يروحوا بقى عشان يعزوا ناس، هتيجي العزا منهارة، اللي انت ايه اقرب حد ليهم يعني اهلك، وناس هتيجي تعمل الواجب وتيجي في قمة اناقتها وشياكتها، وناس كمان هتيجي عشان تشوف ناس من اهلها وقرايبها بقالهم سنين ما شافوهمش. ما هو العزا ده عامل زي الفرح. وبعد كده هيروحوا ياكلوا عادي، ما هم لازم ياكلوا، هيبقوا ملهمش نفس بس لازم ياكلوا عشان يعيشوا. يومين، 3، 4، شهر، شهرين، الحزن هيفضل يقل واحدة واحدة. وبعد كده بقى ممكن يتفرجوا على فيلم، يفتحوا التلفزيون بقى كده مرة عشان يشغلوا قرآن، ويقلبوا القنوات يتفرجوا على مسلسل، وخلاص بقيت بتتنسي واحدة واحدة وتبقى مجرد ذكرى. ومجرد ما يجي اسمك يقولوا الله يرحمه، كان طيب وكان خير وبيحب يعمل كتير. يا إما هيقولوا الله يكحمه مطرح ما راح، ده احنا ارتحنا منه. يعني ولا هيقولوا كان بيلبس براندات، ولا بيلبس أحسن لبس، ولا بياكل أحسن أكل. هما بيتكلموا عن الخير والشر اللي احنا بنعمله في الدنيا. تمام، اعملوا الخير وقربوا من ربنا، وربنا يحسن ختامنا جميعا.